مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. لا تنسون اللايك والاشتراك حتى نستمر في النشر حبايبي. طبعا اليوم بالليل صار زلزال، هزة أرضية خفيفة، أظن 3 نقطة أو نقول في 6 يعني. هزة تعتبر نسبة ما قوية بالنسبة باقي المحافظات اللي صارت بها الزلزال هذا. اليوم بالليل طبعا الساعة 3. اللهم يعني ما متوقعتش، نايم اني بس اخويا قال لي اليوم صار، يعني توقعت بالثلاثة 2:30 شي الزلزال صار. زلزال طبعا والله ما اعرف، بناس يقولون يا وش بيكم تخافون، هو زلزال هزة خفيفة تجي وتروح. حبيبي انت مبور ما تحس لان قاعد نجوز ببيت عربي، بيت يكون ف طابق أول، يعني صار وما صار تطلع دقتين تطلع برا. أما اللي قاعد بعمارة 8 طوابق و10 طوابق و9 و6، أنتم ما تحسون بيهم ذولا اللي قاعدين بعمارات. هذا ما يلاحق هزة، هاي هزة خفيفة، هاي صارت قبل، أنتم تعرفون بتركيا صار بيها قبل، تمام؟ واللي العالم ضررات واللي ناس كم وفيات صارت وتحت، هاي هزة خفيفة نعتبرها، وإيش سوت كارثة. فلا تستهينون بهالهزات. احنا قاعدين مثلا انا عايش بتركيا، قاعد بطابق عالي، فما ألحقت العمارة تروح تجي فتقع يعني تجي له دقتين هاي انهطت العمارة كلها، يصير تشقق وانهيار وتقع العمارة. بدل ما تقولون الله يساعدكم الحمد لله على السلامة مدري ايش تسولفون، لا تخافون هو زلزال وأتمنى يصير عندنا مدري ايش، كافي ما يصير هيك يعني. ترى مبورته ما ضايقها وما ضايق اللي اشتغناه احنا كم سنة اللي صار الزلزال الكارثي اللي دمر تركيا، تمام؟ مبور ما شفت انت بعينك، انت لو تعيش هاللحظة راح تحس نفسك انه انت من تخرج من هالموقف تحس انه الله انه ولدت من جد وجديد، والله غفر عنك والله دفاع عنك. فهمت علي يا حبي؟ فلا تستهزئ بالناس اللي يصير عندها زلازل، ولا تستهين بهيجي شغلات وبهيجي وضع، بالعكس اقف معه بكلمة طيبة. هسه حاليا احنا تركيا اللي عايشين تركيا واللي تراكم نفسهم عايشين بوضع مو طبيعي. لا تقول حيل بيهم، هم بسبب اللي سووا بالعرب هنا يا خوفوكم، يعني انتوا تعيشوا 10 بالشهر، هذا موت. عوفك كلام راح وجاء وانتهى، هذا كلام مجرد كلام، بس احنا حاليا امام موت. يعني انت لازم تنطي كلمة طيبة، تفهم علي؟ حتى انه ومعنويات تشجعنا، لانه نفسية الناس خطية تخاف تقعد ببيوتها. والله بناس ما قاعدة ببيوتها. بالقرآن أقول لكم، بالقرآن أتذكر صار بوقتها عندنا زلزال قبل كم سنة، هاي الزلزال اللي سوى حوادث، هذا الزلزال ما صار شيء، صار بالبيوت تشقق، صار شيء الزلزال هذا الجديد. أما القديم انت شفت صار كل البنايات انهطت من بيوت صغيرة وبيوت كبيرة، وشي دمار ما يدخل بالعقل. فهمتوا علي؟ فالناس كلها قاعدة بالشوارع، تخيلوا عملوا خيام وقعدوا يم بيوتهم، قاعدوا خافوا يطلعون على بيوتهم. استمر زلزال أقل من أسبوعين، كل ما يجي زلزال شوي الناس تنزل. تتذكرون هذا الشيء؟ والله الغني والفقير اجتمعوا سوا، وكلهم قاموا يأكلون مثل الأكل، لأن قاموا يجيبون أكل ويسوون ناس ووزعون للناس اللي قاعدة مثل نقول مخيمات. وهاي يعني زنقيل عاف شركته وعاف ماله وسيارته وبيته الفخم والأكل الفخم، ونزل وين؟ ويا الفقير قاعد ويا بنفس الخيمة ويأكلون كلهم نفس الأكل. بتشوفون الفرق؟ ترى لا تتكبرون. شوف الله انطاكم درس، أهل أنتوا الأغنياء الله انطاكم درس، لا تتكبرون على أخوتكم، ساعدوهم لو بشي بسيط. الناس الفقراء شفت باش عقبه بالآخرة راح كنا نلتقي هيك وكنا نقف وكنا نصير مستوى واحد، يعني انت بشر واني بشر، ماكو اختلاف عنه يا ضلعي.
فأتمنى إنه الدعوات لكم إلنا حتى شو نسوي يعني، هي هاي الله كاتب إنه يجي يصير، بس بلكي إن شاء الله يدفع عنا. وأتمنى من الناس مرة ثانية إنه تديرون بالكم، لأنه بدأت تصير يعني السحالين راح شوية تكثر، فانتبهوا على أطفالكم، انتبهوا على وضعكم، انتبهوا على كل شيء. حضروا شنطكم، خلوها الهويات، الموبايلات، كل شيء يلزمكم، الذهب، الفلوس، خلوها موجودة بمكان واحد حتى الشيء ما يصير تاخذوه وتنزلون، حتى خاف تقع العمارة سمح الله، وهذا حتى أنه تقدرون أنتوا تطلعون منها. فهذا اللي أريد أطلبه من عندكم، أنه تحافظون على أغراضكم المهمة مثل الهويات، مثل ما قلت لكم الجوازات، خلوها عندكم بالشنطة. يعني حتى صار وما صارت شنطة يمكم قبل يم الباب، خلوها تاخذوها وتنزلون. يعني ما تعرف صاير كل شيء الدنيا بيها يعني. فأتمنى من تسوون هالحالة بس هاي الفترة تطبقوها وتخلون شنطكم يم الباب، انه حتى انه تقدرون انه صار وما صار تاخذوها وتنزلون، لان بس هاي الفترة تخلص تعدي، ان شاء الله ما يصير الا الشيء الخير يا رب. ان شاء الله ما يصير انه بعد زلزال، وان شاء الله انه الناس انه ترجع على بيوتها. بس اكثر الناس طالعة برا وقاعد اخطيب هالمطر عليه مطر، لانه ابى مطر وزلزال ومثل يعني سبحان الله. يعني هذا الصيف، قصدي العفو، هذا الشتاء قلت عجب ما صار زلزال. قلت والله الحمد لله والشكر، يعني كل شتاء او انتهى الشتاء يصير زلزال. فصار. لو ما تمنيت هيك احسن. يلا الحمد لله على سلامتكم، انتبهوا على نفسكم.